بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي ومشاهدي المصرية من كل مكان، أهلا بكم في فيديو جديد بخصوص إضافة البطاطس والبطاطا لعلف تسمين الغنم والعجول. في ناس كتير بتسأل بتقول ممكن أضيف البطاطس أو البطاطا للغنم أو العجول، أو ممكن أستخدم البطاطس أو البطاطا لعجل التسمين وخروف التسمين. يا جماعة، البطاطس والبطاطا كويسة جدا وممتازة في تسمين الغنم والعجول، بس لو انت استخدمتها في الحد المسموح. لو انت استخدمت البطاطس والبطاطا في الحد المسموح هتفيد الغنم وهتفيد العجول بتاعتك. طب لو انت زودت عن الحد المسموح يبقى انت كده هتضر نفسك وهتضر العجل بتاعك او هتضر الخروف بتاعك، لان نسبة المية اللي فيها نسبة كبيرة جدا ونسبة السموم الفطرية برضك عالية. يبقى لازم عشان استخدم البطاطا والبطاطس استخدمهم بطريقة كويسة واستخدمها بالحد المسموح. تمام؟ انا عشان استخدم البطاطس او البطاطا في 4 شروط مهمين جدا لازم تطبقهم في استخدام البطاطس والبطاطا لتسمين الغنم وتسمين العجول. اول شرط الف ب، لازم تقطع البطاطس والبطاطا قطع صغيرة، تمام، عشان تبقى سهلة التناول. تاني شرط، لازم تضيف البطاطس والبطاطا نضاف من غير عفن، يعني ما تروحش تجيب بطاطس وبطاطا وتستغل السعر بتاعها والرخص بتاعها وتجيب بطاطس معفنة وبطاطس معفنة وترمي قدام العجل والغنم ويلا والسلام. تمام؟ ده تاني شرط. تالت شرط، لازم تستخدم البطاطس والبطاطا فريش، يعني اليوم باليومه او الطقه بالطقه. يعني انت هتيجي النهارده هتستخدم، يبقى قطع اول باول على قد الكميه اللي انا محتاجها وارميها قدام العجل او قدام الغنم عندي في المزرعه. تخلص اليوم التاني وهكذا، يعني اول باول. يعني ما اقطعش بطاطس واقطع بطاطا واركنها واقول لبعد بكره وبعد بكره، هتعفن منك وهتبوظ منك. تمام؟ والعناصر الغذائيه اللي فيها هتقل معاك. يبقى لازم اقطع اول باول فريش قدام البهيم بتاعي، عشان ده برضك حيوان او بهيم وليه نفس. ورابع شرط ان شاء الله واخر شرط، المفروض تضيف البطاطس والبطاطا وجبه ثالثه. وجبه ثالثه ازاي؟ اي حد بيسمي الغنم او بيسمي العجول بنسبة 80% بيستخدم وجبتين في اليوم، وجبة صباحا ووجبة مساء من العلف المركز والمادة المالئة، يعني عليقة وتب. انت راجل بتعلف الصبح علفتك وبتعلف اخر النهار علفتك، يبقى هتيجي بعد الظهر تدخل البطاطا والبطاطس قدام الغنم او قدام العجول. الغنم او الخروف بيحتاج نص كيلو، هتحط له نص كيلو. عندك 10 حتت يبقى هتحط 5 كيلو في الطاقة. عندك 20 حتة يبقى هتحط 10 كيلو في الطاقة. تمام؟ بطاطس او بطاطا متقطعة نظيفة ما فيهاش عفن، كويسة. طب بالنسبة للعجل، العجل من كيلو ونص ل2 كيلو في الطاقة كل يوم. عندك عجل 2 3 4 هتضرب كيلو ونص في العدد اللي عندك، وتبدأ تقطع البطاطا قطع كويسة وتظبطها وترميها في الطوالة أو في المعلف قدام العجل بتاعك. طب لو أنا زودت عن كده هضر العجل، وهكذا الغنم. أنا بديك مقدار معين بحيث الخروف بتاعك ياكل ويبقى عنده مجال يتنفس ويهضم ويشطر ويستفاد من النص كيلو. ولكن لو أنت ضفت كيلو وكيلو ونص للراس الواحدة بالنسبة للغنم، هو بس هيستفاد من نص كيلو، والكيلو اللي انت ضفته زياده ديت هو حشو مصران وملا بطنه وممكن يتلكم منك وهينزل في الروس. يبقى الخروف بياخد من نص كيلو لكيلو الا ربع بطاطس او بطاطا في الوجبه كل يوم بين الوجبتين. تمام؟ بعد الظهر وليكن. اما العجل من كيلو ونص ل2 كيلو في اليوم، وتقطع البطاطا قطع كويسه وما تكونش فيها عفونه. تمام؟ وتستخدم البطاطس والبطاطا اول باول. تمام؟ يعني ما ينفعش تقطعها وتخزنها في شكاير وتعينها، وما ينفعش تقطعها برضك وتحطها على العلف المركز وتعينها، كده انت هتضر نفسك، لان في ناس بتقع في الغلطه دي.
تمام. يبقى انا استخدم اول باول، لان البطاطا والبطاطس في التسمين كويسه جدا وتحويلها كويس لو انا استخدمتها بالطريقه اللي انا بقول لك عليها، او لو انت استخدمتها بالطريقه اللي انا بقول لك عليها في المعقول. تمام. والى لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.